اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بقالي فتره طبعا مقصره معاكم، معلش مش بنزل لكم فيديوهات وكده. ان شاء الله هبتدي انزل لكم فيديوهات على طول واعمل لكم حاجات حلوه تعجبكم ان شاء الله. لو لسه اول مره بقى بتشوفوني متنسوش تعملوا لي لايك حلو زي كده، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اللي انا بنزله. بس بصوا ده بقى العيش بتاع السندوتشات، حلو جدا يا جماعه. العيش اللي هو الابيض الصغير دون، حاجه بقى معموله في البيت وحاجه نظيفه جدا وجميل ما شاء الله. انا بعمله لولادي على طول للمدرسه، ما بحتاجش نجيب فينو من بره وكده. هو احلى بكتير وطعمه حلو جدا. يلا تعالوا نسمي الله واقول لكم على الطريقه عملته ازاي. معايا هنا في الاول نص كوبايه ميه دافيه، مش بارده يعني قوي، ومعاها كيس خميره فوريه، يعني يعتبر معلقه كبيره. تمام، وعليها 3 معالق كبار سكر، وهقلبهم كويس. لو انتي مش عارفة الخميرة بتاعتك هي شغالة ولا لأ، فممكن تعملي لها تيست الاول، تحطيها هي والسكر والمية مع بعض وتسيبيهم شوية. لما تلاقيها ابتدت تعمل معاكي فوم ابيض كده، يبقى الخميرة بتاعتك تمام شغالة كويس. لقيتيها بقى مش شغالة، يبقى الاحسن ان انتي عرفتي من الاول، عشان خسارة من بواص العجين ونبوظ الحاجة اللي احنا حاطينها. انا طبعا عارفة ان الخميرة بتاعتي كويسة وشغالة، فحطيت عليها ربع كوباية زيت وعلبة زبادي كبيرة. انا هنا الكمية بتاعتي هعمل كيلو دقيق. هقلب بقى المكونات كلها بتاعتي مع بعضها، اللي هي كوباية المية و3 معالق كبار سكر ومعلقة خميرة فورية وربع كوباية زيت وعلبة الزبادي. بس هقلبهم كلهم مع بعضهم، وبعد كده هندخل بقى عليهم الدقيق. هنا معايا دقيق حبوبة، كيس كيلو، فحطيته ونخلته الاول. اهم حاجة ان احنا نخلط الدقيق. ومعايا نص معلقة صغيرة ملح، وحطيتها بقى الاول قلبتها مع الدقيق، وبعد كده بقى هقلب المكونات كلها مع بعضها. انا هنا في كمية الدقيق استخدمت كوبايتين الا ربع مية. حطينا في الاول نص كوباية مية، وبعد مع المكونات مع الزيت والخميرة والسكر والزبادي، وبعد كده الباقي الكوباية وربع الباقيين هنكمل بقى بيهم هنكمل بيهم عجن بعد كده. هجيب الاول كوبايه معايا اهي بوريها لكم، ربع هنكمل بيه في الاخر، هنحتاج ربع كمان. يعني احنا كده في الاخر التوتال بتاع كيلو دقيق استخدمنا كوبايتين الا ربع ميه. تمام كده، مع ربع كوبايه زيت ومع علبه زبادي كبيره. دي السوائل بتاعتي اللي انا استخدمتها في كيلو دقيق، مع طبعا الخميره والسكر ورشه الملح ونعجن بقى كويس. انتي لو هتعملي نص كيلو دقيق، هتقسمي المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها على الكمية اللي عندك. ومعانا طبعا الزيت والزبادي بيطروا العيش بتاعنا جدا وبيخليه طري جدا. يعني انا بعمل الكمية وبحطه في الفريزر اول ما اعمله وخلصه، وبحطه في اكياس بتاعة التلاجة، وبروح شايلاه في الفريزر. وقت ما بحتاج بطلع مثلا على قد الكمية اللي انا محتاجاها، بسيبهم على الرخامة ما بيكملش 5 دقايق، وبتلاقيه طري معاكي، بيبقى كأنك لسه عاملاه بالظبط. بس هنا بقى طبعا العجينة بتاعتي خلاص انا كنت بلمها. استخدمت كوباية المية كلها، وجبت كمان نص كوباية مية، بس ما حطيتهاش كلها، استخدمت منها ربع كوباية بس. حطيت برضو حبة بحبة لحد ما لقيت العجينة بتاعتي خلاص هي ما كانتش محتاجة، فخلاص لما استكفيت بالربع كوباية مية. انتي برضو على حسب الدقيق بتاعك، ممكن مثلا الدقيق بتاعك ياخد اقل من كوبايتين الا ربع، ممكن ياخد ازيد حاجة بسيطة. كل نوع ليه، لان كل دقيق بيختلف نوع من التاني عن شربه للسوائل. بس هنا بقى اهم حاجه ان انت تعجني العجينه كويس. يعني انا لما بعمل عجينه يعني من ربع ساعه تلت ساعه وانا بعجن فيها. بس طبعا مش كل ده بفضل اعجن فيها عشان خاطر ايدي ما توجعنيش، بسيبها ترتاح شويه زي ما انتم شايفين كده، يعني بتاع 5 دقايق ولا كده، وبعد كده برجع لها تاني. الخطوه دي مهمه جدا. هتلاقي العجينه معاكي يعني بعد ما تسيبيها شويه، يعني تعجني فيها 10 دقايق كده، وتريحيها شويه، بتيجي بعد كده ترجعي تلاقي العجينه ما بتبقاش محتاجه ان انت تعجني فيها تاني، بتكون ارتاحت وبقت طريت جدا. ده الكلام ده بعد ما خلاص بتخلصي السوائل بتاعتها، ان انتي مش هتحطي لها اي حاجه تاني، فالمفروض بقى تعجنيها شويه. بتسيبيها شويه بتلاقيها رجعت معاكي حلوه جدا، ما بتبقاش بصراحه محتاجه عجين كتير تاني بعد كده. بس هنا بقى خلاص كانت العجينه بتاعتي اتعجنت معايا كويس. هحط بس شويه زيت بس كده خفيف في البوله بتاعتي، وادهنها كده من كلها عشان لما العجينه تخمر اعرف اخرجها بسهوله. بس وهجيب بقى كيس معايا وهغطيها بفوطة واسيبها بقى تخمر ساعة. انا ركنتها كده بتاع ساعة او ساعة الا. احنا طبعا الجو بقى شتا معانا، فالعجين ما بيخمرش بسهولة. يعني اقل حاجة ان انتي تسيبيها في الشتا دي ساعة، من ساعة لساعة ونص على حسب المكان عندك، او على حسب ما بتحطيها في المكان الدافي. بس هنا ما شاء الله كانت العجينة خمرت معايا، وخلاص انا بقى خرجت منها الهواء وهقطعها بقى.
اهم حاجه ان انت ترشي رش دي كويس بس كده على الرخامه، علشان خاطر العيش بتاعك لما تكوريه وتحطيه ما يلزقش على الرخام. هنا بقى انا ابتدي بقى اقطعها حته كور صغيره كده، يعني حاولي ان انتي تعمليها كلها كور قد بعضها. عايزه تكبري الرغيف عن كده ماشي براحتك، عايزه تصغريه عن كده في ناس بتعمله اصغر من كده، دي حريه شخصيه ترجعلك انتي. انا هنا كيلو الدقيق عمل معايا 37 رغيف، يعني انا شايفه ان هو كانت كميه كويسه، ان برضو الرغيف ما كانش خفيف معايا وما كانش منشفش معايا ولا اي حاجه خالص. يعني ليه؟ لان انتي كل ما هتخليه خفيف هينشف معاكي. بس هنا بقى ما شاء الله كنت الكمية العجينة كانت حلوة جدا وطرية معايا. تحاولي تخلي كل الكمية معايا بتاعة الكور كلها قد بعضها تمام. وبرضو اهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا نغطي العجين علشان خاطر وشه ما ينشفش مننا، لان لو وشه نشف مننا هيشقق ومش هيدينا نتيجة كويسة. فاهم حاجه ان احنا نغطيه. وبرده العجينه الكيس الكبيره دي انا برضو هغطيها دلوقتي عشان وشها ما ينشفش معايا. ليه؟ لان ما شاء الله الكميه لسه شويه وهتاخد معايا وقت شويه على ما اخلصها. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا ان انتي تبقي مغطيه العجين. بس هكورها انا بقى كده. عايزه تعمليها على ايدك تمام مفيش مشكله، عاوزه تعمليها على الرخام ماشي، دي حاجه ترجعلك انتي. انا بقى هنا كنت خلصت الكميه كلها ما شاء الله، زي ما قلت لكم عملت معايا 37 رغيف. انت عايزه تعملي كميه اكتر تمام مفيش مشكله، عاوزه تعملي كميه اقل برضو مفيش مشكله، دي حاجه حريه ترجعلك انتي. بس هنا بقى انا جبت اول كره طبعا بدأنا بيها. ليه؟ لان هنسيب طبعا العجينه كل ما هتقعد هترتاح معاكي وهتتفرد معاكي كويس. اهم حاجه ان احنا نرش الرش دي بس كويس علشان خاطر ايه العيش بتاعنا ما يلزقش مننا على الرخامه ولا حاجه. برضو ما ترشيش كتير دقيق كتير، اهم حاجه يعني ان انت ترشي يعني خليكي في الوسط كده، لان لو عملتي عليه دقيق كتير هتيجي وانت بتسويه الدقيق هيخليه ينشف. بس انا عملته يا جماعه بالزبده، يعني انا جربته بكذا طريقه. بصوا انا هنا كنت بوريكم بس السمك بتاعه كان سمكه كويس عشان ما يبقاش رفيع معايا وما ينشفش وانا بسويه. انا جربته بالزيت وعملته كذا مره بالزيت وعملته بالزبده، لان انا زي ما قلت لكم انا بصراحه بعمله لاولادي على طول في المدرسه، يعني احسن من فينو، احسن حاجات من الحاجات اللي بنجيبها من بره طبعا. فانا بعمله لهم بالاسبوع وبشيله في الفريزر، وقت ما الكميه بتخلص بطلع وبعمل لهم منه تاني. هم كمان حابينه جدا اكتر من الفينو. بيبقى طري كده وجميل وطعمه حلو جدا. بس كنت بقول لكم ان انا عم جربته بكذا طريقه. هنا بوريكم السمك بتاعه حلو جدا ما شاء الله. عايزه تفرديه عن كده ماشي براحتك. عملته بالزبده وعملته بالزيت، بس بصراحه اللي بالزيت طلع احسن. ليه؟ الزيت بيطري العجين جدا وخلى العجينه لحد الاخر وهو طري معايا. الزيت والزبادي يعني اول ما بتطلعيه من الفريزر وبتسيبيه شويه على الرخامه بتلاقيه طري جدا وما بينشفش معاكي خالص. بس هنا بقى كنت بوريكم ان انا حطاه على فوط. اهم حاجه ان انت تحطيه على الفوطه علشان خاطر لما تيجي تشيلي ترفعي حرف الفوطه كده ويتشال معاكي الرغيف على طول. ليه؟ لان انت كل ما هتقعديه شويه على ما تخلصي الكميه اللي معاكي هتلاقيه الرغيف بيخمر، فلما تيجي تشيليه لو اتخرم خرم خلاص هو كده الرغيف مش هينفخ معاكي ومش هيبقى حلو. بس هنا بقى انا مهديه النار طبعا، مش نار واطيه ولا نار عاليه، يعني اقل من الوسط كده بشويه. بس واحطه بقى على طول، واول ما يبتدي ينفخ معايا كده في الاول يعمل فقاعات صغيره هروح قلبها على طول، مش هستنى ان هو يعمل معايا كل الفقاعات. ليه؟ لازم ان تقلبيه على الجنبين علشان خاطر يعمل معاكي ينفخ معاكي على طول زي ما وريتكم كده. وهنا بصوا اول ما بحطيته يا دوبك اتشمع على النار. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو بيقعد بتاع دقيقتين كده ولا حاجه، بلاقيه بيعمل فقاعات كده بروح قلبها الناحيه التانية. ليه بقى؟ افضل اقلب فيه كده علشان اساعد الرغيف ان هو ينفخ معايا على طول. برضو اهم حاجة خلي بالك وانتي بتشيليه علشان لو اتخرم خرم صغير ولا فتح منك مش هينفخ معاكي خالص، لان الهواء مش هيدخل له من جوه. زي ما انتم شايفين انا كنت عماله اقلب فيه بس بالراحه جدا. وبصوا بعمل عليه بالاسباتيولا كده بس خفيفه جدا، اللي هو ايه بساعد الرغيف بس ان هو الهواء يعمل في الرغيف كله من جوه عشان ينفخ معايا. بس هقلبه بقى على الجنبين. بصوا ما شاء الله كان حلو جدا يا جماعه. انا طبعا مطلعه عامله فوطه حطاها وتانيها نصين. اول ما بطلع بروح حطها على الفوطه السخنه على الفوطه على طول مش على الرخامه، بحطه على الفوطه واروح مغطياه ببقيه الفوطه. عايزه تحطي فوطه من تحت وفوطه من فوق ماشي مفيش مشكله، بس اهم حاجه الفوطه. ليه؟ الفوطه مش بتخليه يعرق معاكي وبالسخونيه بتاعته بترد فيه فبيفضل طري معاكي. انما لو حطيتيه على صينيه او طبق ولا حاجه وتغطيه البخار هيعمل ميه في البتاع وهتلاقي الرغيف عجن معاكي ومش هينفع.
فزي ما قلنا بحط فوطة من فوق وفوطة من تحت وببقى غطيه، بشيل واحطه بسخونيته كده وبغطيه. هو بقى دي الحركة دي حلوة جدا، بتخلي الرغيف يطلع معاكي طري وما ينشفش منك خالص. وطبعا بعد ما بخلص الكمية بروح ألمها في اكياس واحطها في الفريزر على طول. بس سهل جدا وهيعجب ولادك جدا وطعمه حلو قوي، جربوه. بس ما شاء الله دي الكمية كلها. لو وصلت بقى معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك حلو زي كده، وتعملي لي متابعة، وتعملي اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبتمنى ان تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يصلح حالكم يا رب ويكبر بخاطركم. بصوا ما شاء الله انا كنت بوريكم رغيف حلو جدا. بصوا يا جماعة، يعني لو انتوا شايفين الرغيف مش رفيع ومش خفيف، ما شاء الله يعني سميك شوية كده عشان بيبقى طعمه حلو جدا. وبصوا ما شاء الله طري وجميل، يعني لما تعمليه خفيف مش هيبقى طري معاكي كده، هينشف معاكي. بس بصوا بقى ما شاء الله كنت بوريهولكوا كمية حلوة جدا. اللهم بارك، وحاجة نضيفة وانتي عاملاها لولادك في البيت، واحسن طبعا من اكل بره، واحسن من بتاع اي حاجة من بره خالص. ما تنسيش بقى تجربيه وتقولي لي رأيك ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.